تمتلك الجزائر حالياً واحداً من أقوى أساطيل الطائرات بدون طيار في إفريقيا والعالم العربي، ويبلغ إجمالي عدد الدرونات العسكرية المقدر لعام 2026 حوالي 240 طائرة. ويعتمد الجيش الجزائري استراتيجية تجمع بين الاقتناء من الخارج خاصة الصين والتصنيع المحلي وتطوير الأنظمة الدفاعية. واليوم سنأخذكم في جولة داخل الترسانة الجوية للجيش الجزائري ونكشف أقوى 10 طائرات بدون طيار يمتلكها وفق القدرات القتالية والتكنولوجية والمهام الحقيقية على الأرض. وسنبدأ من المركز العاشر وصولاً إلى الأقوى في النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الجليل صاحب قناة الأسد الحديدي. وقبل أن نبدأ، إذا كان يعجبك المحتوى الذي أقدمه لك وترى أن المحتوى يستحق الدعم، فلا تبخل علي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلك كل جديد فور نزوله. وهيا بنا لنبدأ على بركة الله. في المركز العاشر تأتي طائرة دينل سيكر جنوب إفريقية الصنع، مخصصة أساساً لمهام الاستطلاع والمراقبة، وتتميز بقدرتها على التحليق لساعات طويلة مع أنظمة تصوير حرارية وبصرية متقدمة. وتعتمد عليها الجزائر في مراقبة الحدود الشاسعة، خصوصاً في المناطق الصحراوية، لكنها غير مسلحة، ما يضعها في ذيل القائمة من حيث القوة القتالية. وفي المركز التاسع نجد أمل 2-700، وهي طائرة استطلاع وتجسس تكتيكي تمثل خطوة مهمة في التصنيع المحلي الجزائري. طورت داخل مراكز البحث الوطنية، وتستخدم لمراقبة التحركات المشبوهة وحماية المنشآت الحساسة. رغم أنها غير هجومية، إلا أن دقتها واعتمادها المحلي يمنحانها قيمة استراتيجية معتبرة. وفي المركز الثامن تأتي فجر التن، أول طائرة بدون طيار جزائرية الصنع بالكامل، وهي ليست الأقوى من حيث التسليح، لكنها حجر الأساس للصناعة العسكرية الجوية الجزائرية، وتمثل بداية الاستقلال التكنولوجي، ومن خلالها تم تدريب المهندسين وتطوير نماذج أكثر تطوراً لاحقاً. وفي المركز السابع نجد CH-3A، درون صينية الصنع تجمع بين الاستطلاع والهجوم الخفيف. تتميز بتصميم جناح مدمج وقدرتها على حمل صاروخين موجهين، ما يجعلها فعالة في العمليات المحدودة وضرب الأهداف بدقة. واستخدمت الجزائر هذا النوع لتعزيز قدراتها الهجومية منخفضة التكلفة. في المركز السادس تأتي الجزائر 55، نسخة محلية متقدمة مبنية على تصميم يابهون فلاش 20، قادرة على تنفيذ مهام استطلاع وقتال بعيد المدى، وقد شاركت فعلياً في عمليات ضد جماعات مسلحة، وتمثل نقلة نوعية في الدمج بين الخبرة الأجنبية والتطوير المحلي. وفي المركز الخامس تأتي الجزائر 54، منصة قتالية ثقيلة نسبياً، قادرة على حمل عدد كبير من الذخائر بما فيها صواريخ موجهة وقذائف، مما يجعلها مناسبة للدعم الجوي والضربات التكتيكية. وهذه الدرون تؤكد أن الجزائر لا تكتفي بالاستيراد، بل تعدل وتطور بما يناسب عقيدتها العسكرية. وفي المركز الرابع نجد CH-4B، النسخة المسلحة من سلسلة CH-4، قادرة على حمل 4 صواريخ موجهة، وتتميز بتوازن جيد بين المدى والحمولة والدقة، وتستخدم بكثافة في عمليات المراقبة والتدخل السريع. وفي المركز الثالث تأتي وينغ لونغ 2، واحدة من أشهر الدرونات القتالية في العالم. طلبت الجزائر عدداً معتبراً منها، وتستخدم في تنفيذ ضربات دقيقة واستطلاع واسع النطاق. وقدرتها على البقاء طويلاً في الجو وحمل ذخائر متنوعة تجعلها سلاحاً فعالاً في الحروب الحديثة. وفي المركز الثاني تأتي CH-5 رينبو، درون هجومية ثقيلة قادرة على حمل حمولة كبيرة من الصواريخ الموجهة والبقاء في الجو لساعات طويلة، مع أنظمة استشعار متقدمة تمنح الجزائر قدرة ضرب بعيدة المدى بدقة عالية، وتعد من أعمدة القوة الجوية غير المأهولة. وأخيراً في المركز الأول الأقوى والأخطر WJ-700 فالكون، الدرون النفاثة تتصدر القائمة بلا منازع. طائرة استراتيجية عالية السرعة تصل إلى حوالي 700 كيلومتر في الساعة،
وتحلق على ارتفاع يقارب 15 كيلومتراً، وقدرتها على حمل صواريخ مضادة للسفن تجعلها سلاحاً ردعياً حقيقياً وليس مجرد درون تقليدية. ووجود هذه الطائرة في الخدمة يضع الجزائر ضمن الدول القليلة التي تمتلك درونات نفاثة هجومية متقدمة. ومن الاستطلاع البسيط إلى الضربات الاستراتيجية يتضح أن الجزائر بنت منظومة متكاملة من الطائرات بدون طيار تجمع بين القوة، التنوع والاستقلال الصناعي. وهذا الأسطول لا يعكس فقط تطوراً عسكرياً، بل رؤية طويلة المدى لمستقبل الحروب الحديثة. ويبقى السؤال: كيف ستؤثر هذه القدرات على ميزان القوى في المنطقة خلال السنوات القادمة؟ وبالنسبة للصناعة المحلية للجزائر في مجال الطائرات بدون طيار، أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز مظاهر التحول التكنولوجي والعسكري في البلاد، حيث انتقلت الجزائر من مرحلة الاستيراد الكامل إلى مرحلة التطوير والتصنيع المحلي، اعتماداً على خبراتها الوطنية ومراكز البحث التابعة للجيش والجامعات التقنية. هذا التوجه لم يأتي من فراغ، بل كان نتيجة رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص التبعية للخارج، خاصة في المجالات الحساسة مثل الاستطلاع والمراقبة وحماية الحدود الشاسعة التي تمتلكها الجزائر في الجنوب والشرق والغرب. بدأت الصناعة المحلية للجزائر في مجال الدرونات بتجميع نماذج أولية ثم تطويرها تدريجياً لتشمل أنظمة ملاحة متقدمة وكاميرات حرارية وقدرات اتصال بعيدة المدى، وهو ما سمح باستخدام هذه الطائرات في مهام متعددة مثل مراقبة الحدود، مكافحة التهريب، متابعة التحركات المشبوهة، ودعم العمليات العسكرية. مع مرور الوقت تطورت هذه الدرونات من نماذج بسيطة قصيرة المدى إلى طائرات أكثر تعقيداً، قادرة على التحليق لساعات طويلة وتحمل حمولات متنوعة، وهو ما يعكس مستوى التقدم الذي وصلت إليه الكفاءات الجزائرية في مجالات الهندسة الإلكترونية والميكانيك والذكاء الاصطناعي. الصناعة المحلية للجزائر في هذا المجال لم تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل امتدت أيضاً إلى الاستخدامات المدنية، حيث يتم توظيف الدرونات في مراقبة المنشآت الحيوية، متابعة حرائق الغابات، المسح الجغرافي، الزراعة الذكية، وحتى دعم عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الوعرة. هذا التنوع في الاستخدامات يعكس وعياً بأهمية التكنولوجيا الحديثة ودورها في التنمية الشاملة، كما يفتح آفاقاً جديدة لخلق فرص عمل وتأهيل جيل جديد من المهندسين والتقنيين في الصناعات المتقدمة. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ولا تنسوني بدعمكم بالاشتراك في القناة كي أستمر في نشر المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.